بيرج في النادي الاهلي خلاص، حتى بعد الكلام عن عرض بولندي جاي له، توماس بيرج خلاص موجود في النادي الاهلي وهيكون موجود في القاهره يوم الاربعاء. ده بالرجوع لبعض المصادر في النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي اللي اكدوا بالفعل، سيبك من الكلام ده كله، ان الراجل ده موجود يوم الاربعاء. يا فرحه ما تمت بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي اللي خلاص بعد ما اتصدمت في الخبر ان توماس بيرج المدرب الدنماركي هو اللي هيكون موجود. ليه؟ لان الراجل ملوش اي خبرات افريقيه ايه اصلا، الراجل ملوش اي خبرات خارج الدنمارك نفسها اصلا، وعمره ما خرج من الدنمارك، ودي اول مره يخرج من الدنمارك يروح على النادي الاهلي في افريقيا على طول. فبالتالي كمان السي في بتاعه مش موجود غير فيه بطولتين بس، كاس ودوري. فالناس كانت اتصدمت تقريبا، ما صدقت، شمت نفسها واقاموا الافراح ولا الملاح عشان جاله عرض من نادي بيرتشيتش حاجه كده مش مفهومه في الدنمارك، فين في بولندا. فبالتالي الناس ما صدقت فرحتها وتعبر عن فرحتها ان الموضوع ده فشل، وان الراجل جاله عرض من بولندا ومش هيكمل، بس مجرد ان هو كلام او عروض بعض الصحفيين بتتكهن بيها او بتخمنها، وانه من المرشحين لهذا النادي فقط لا غير. وبالتالي هنا انت بتتكلم عن انه اسامه هلال في النادي الاهلي سافر بالفعل عشان يوقع العقود، فالموضوع خلاص. وده اللي اكد عليه المصادر او مصادرنا في النادي الاهلي لموقع السوبر. فبالتالي في الاول وفي الاخر الموضوع خلصان على ان الراجل هيكون موجود في القاهره يوم الاربعاء. هنا بقى هيكون في صدام بين الاداره وبين الجماهير، الله اعلم، هنشوف الدنيا فيها ايه والايام اللي جايه هتكون شايله ايه. وقول لنا تتوقع نجاح المدرب ده كراجل مجهول السي في بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ولا لا؟